مدينة أميان، وعندي أنا فخورة جدا ويشرفني نحضر في هذا المنتدى ديال العالمي ديال المدن العتيقة. واللي زاد الفرحة ديالي هو أن العرائش غادي تخرج من الظل إلى الضوء، لأن مدينة عتيقة مدينة جميلة جدا عندها كثير الخصوصيات وكانت مهملة، وأنا كنتمنى تزيد لقدام وأبنائها الغيورين عليها هما اللي غادي يخرجوها من الظلمات إلى النور. بالمناسبة حنا سعداء بالمشاركة ديالنا في المعرض ديال مدينة العرائش اللي حكت حصاد المهرجان الدولي الخامس للمدن العتيقة اللي كان عندنا حنا عام الاول في مدينة وزان. وحنا جد سعداء وكنشكروا جميع المنظمين على الحفاوة والاستقبال وعلى التنظيم المنظم. مهم بالنسبة للعرائش والتاريخ ديالها، هي انطلاقة ستكون فيها الخير لهذه المدينة. نتمنى أن تتكرر مثل هذه المناسبات. في الحقيقة بهذه المناسبات وبهذه التظاهرات مثل هذا الحجم هذا هو دفع للتنمية في هذه المدينة ودفع للعناية والحفاظ على التراث الثقافي وتشجيع البحث التاريخي في هذه المدينة التي تتجذر في أعماق التاريخ. لكن التهميش الذي تعرضت له المدينة من قبل كان سببا في هذا الفتور في التعريف بهذه المدينة. إذا نتمنى من هذا اللقاء أو هذا الحدث الدولي وحدث مهم بالنسبة أنا أبشر بإجرائه أو القيام به في المدينة. هو حدث مهم، حدث سيجلب التنمية لهذه المدينة، وهذا ما نتمناه وهذا ما نسعاه، ونحن كنادي التراث الثقافي والبحث التاريخي. المنتدى الدولي الخامس للمدن العتيقة مناسبة لتثمين التراث ولإعطاء الأهمية لمدينة العرائش على غرار المدن الجهة الشمالية، وهو مناسبة أيضا للتعارف وتبادل الخبرات ما بين الخبراء والمثقفين والمهتمين بالتراث الثقافي في حوض البحر الأبيض المتوسط. كنتواجدوا في حصن الفات السعدي اللي شفتوا أن الوفود يعني والضيوف ديال المنتدى ديال المدن العتيقة زاروا هذا الصباح هذا، وزاروا بطبيعة الحال المدينة العتيقة كاملة، يعني مساحة دار المخزن يعني الكومودانسيا، مرورا بسوق الصغير اللي كيشهد معرض ديال الصناعة التقليدية، وأيضا صدر الأعظم وصولا لحصن الفات اللي شفتوها أيضا في الساحة ديال المبكر. أيضا الفرقة ديال إستورياس اللي أطربت الجميع، أطربت الجمهور، أطربت الوفود الحاضرة، أطربت الجماعة المحلية، أطربت الجميع. فالعرايش كتعرف واحد العرس بغينا نقولوا ثقافي وفني وعلمي ايضا، لان كاينه ندوات علميه اللي تنكب يعني لدراسات يعني بغينا نقولوا القضايا المرتبطه يعني بالتراث وارتباطه بالتنميه المحليه. اهم حاجه يعني الحكمه ديال التراث، التمويل ديال التراث، اشراك المجتمع المدني في تدبير التراث، وكيفاش ان التراث يصبح رافع للتنميه بمدينه العرائش في المنطقه ديال الشمال ايضا. حان الوقت للنهوض بهذه المدينة، هذه المدينة الجميلة الزاخرة بالموروث الثقافي التي يبرهن عن الحضارات العريقة اللي مرت على هذه المدينة من رومان وقرطاج وفينيقيين. وكما كتشوفوا هذا النهار اليوم عندنا عرس كبير في الحقيقة للمغاربة كاملين، لأن احنا نفتخر بالمدن المغربية الجميلة المغربية، منهم مدينة العرائش. مدينة العرائش موروث ثقافي كبير. كما كتشوفوا حنا كنتواجدوا دابا الآن أمام المدخل ديال الحصن الفاتح السعدي. كما كتشوفوا هذا الحصن اللي كيتكلم على تاريخ مدينة العرائش. والحمد لله كما كنشوفوا ساكنة مدينة العرائش فرحانة جدا، فرحانة. علاش فرحانة؟ لأن كانت دائما حملة في القلب ديالها أن عايزين واحد الوقت باش هذه المدينة أنها تنوض وتنتفض للنهوض بها. مدينة جميلة لها من مؤهلات اللي كيسمح لها أنها تكون من بين المدن الجميلة المغربية، كما كاين اللوكوس المآثر التاريخية ديال الكسوس، كما كاين البرج الأقلاق، وكما كتشوفوا انتم كتشوفوا الساكنة فرحانة بالأطفال ورجال ونساء. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على المجهودات الجبارة من طرف جميع المتدخلين
سلطات، عمالة، مجلس إقليمي، جماعة العرائش، المجتمع المدني، ساكنة المدينة العرائش، إنها مدينة جميلة كما تزخر بالموروث كذلك الفلاحي ديالها، الاقتصادي والسياحي كما تتوفر على نهر لوكوس الذي يعتبر كذلك من الأنهار الكبيرة المغربية. ومرحبا بكم مدينتنا، اجوا تعرفوا على مدينة العرائش، مدينة العرائش الرائعة. مشكورين جميع المتدخلين للنهوض بهذه المدينة. أن هذا الحصن هذا في المستقبل يتحول إلى مشروع مهم للسياحة الثقافية في العرائش وللذاكرة العرائش. كان هناك مقترح متحف بحري، واحد ميزي ماريتيم مثلا هنا في العرائش، ومقترحات أخرى، وكنتمناو في القريب أنه يتم تنزيل هذا النوع من المشاريع هنا. حنا في المهرجان ديال الدولي لتلاقح الثقافات غنقيموا الأنشطة ديالنا هنا. عندنا يوم السبت عروض دولية ديال بنما، عروض من إسبانيا ديال الفلامينكو، عندنا عروض من بلغاريا وإيطاليا وهولندا، وكذلك من غينيا بيساو من العمق الغربي الإفريقي اللي يعملوا فيزيون مع قناوة. ومجموعة العروض هذه غتكون هنا في حصن الفتح يوم السبت، احتفالا بالإنسانية واحتفالا بهذا الصرح التاريخي وهذه المعلومات. سيد رئيس الشبكة المتوسطية للمدن العتيقة، مرحبا بكم وشكرا على سعة الصحبة ديالكم. كنكونوا في هذه الأثناء نهينا الزيارة الطفيفة ولا الخفيفة المدينة العتيقة. كنتمنى تكونوا تمتعتوا مع الساكنة العرائش اولا اللي عبرت على الاحتضان ديالها لهذا المنتدى بشكل ايجابي وجيد جدا. شكرا لجميع من دعم المنتدى، شكرا لجمعية المجتمع المدني، شكرا لساكنة العرائش، شكرا لعمال البلدية الموظفي واطر جماعة العرائش. وكنرحب بكم مرة اخرى في مدينة العرائش. شكرا.